تفهم في السياسة يا دي مزيكا؟ قالك مزيكا بيفهم في السياسة، اللي هي في الآخر طلعت سياسة أمه. حمدين صباحي في مايو 2011 طلع مع وفد، كان في سكينة فؤاد، وكان في بتاع حزب الوفد ده اللي اختفى، اللي قاعد هنا في أمريكا، سيد البدوي، وشوية كده إخوان على شوية ثورجية من شباب الثورة، اللي كلهم طلعوا تحت جزمة المخابرات العسكرية أو المخابرات الحربية المصرية، عشان تيجي تقولي احنا عملنا ثورة فشخت العالم انبهار. والناس بتنفشخ انبهار. دول راحوا اثيوبيا. طب ليه رحتوا اثيوبيا؟ ورحتوا اثيوبيا ازاي؟ قالك مين كان منسق الوفد اللي راح ده؟ كان مصطفى الجندي. تسمعوا عنه دلوقتي؟ راح فين الراجل ده؟ سكينة فؤاد فين الله يرحمها؟ فين الناس دي كلها راحت؟ فين حمدين صباحي النهارده؟ قالك في سوريا. لما راحوا اثيوبيا، دي كانت بداية التنازل عن مية النيل، لأن بصوا لمبارك. مبارك لما راح كان هيتقتل في اثيوبيا. عشان تعرفوا بس، المخابرات الحربية والجيش والإخوان والشؤون المعنوية ضحكوا عليكم ازاي، وان الجيش ده كان طول الخط ضد مبارك، ومبارك اللي كان محجمه. انتوا نزلتوا في ثورة قلتوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وفجأة بقت ليلة التوريث اللي هي تضر الجيش. ماشي. اللي كان سببها ان مبارك غير الدستور في 2007، وبعدها طلعت اشاعة التوريث لانه غير مدني. الحاجة التانية، الوفد الشعبي ده عشان يطلع في 2011 ومصطفى الجندي يبقى المنسق ويقعد هناك، يعملوا زيارة في 4 أيام يقابلوا المسؤولين الأثيوبيين، دي زيارة على مستوى حكومات. يعني مين اللي نظمها، ومين اللي وداها، ومين اللي جابها، ومين اللي كان عنده تواصل مع الحكومات؟ هل ده تم بمعرفة الخارجية أو الحربية؟ عشان كده أنا دمجت الكلمتين في بعض. الخربية، هم خربية فعلا. الخارجية ولا الحربية؟ تم ازاي؟ وتسمى وفد شعبي دبلوماسي. كان من الإخوان، وكان من سيد البدوي، وكان من حمدين صباحي وسكينة فؤاد ومصطفى الجندي. مصطفى الجندي اللي كان منسق، اللي اختفى دلوقتي، وشباب الثورة. ودي كانت بداية التنازل عن نهر النيل. مش بس ان السيسي مضى في 2015 ولا 2014، لا، الوفد الشعبي في 2011 اول قرار خده في مايو انه يطلع. بعد كده ما سمعناش عن وفد دبلوماسي شعبي تاني. قبلها سمعنا عن الاخوان المسلمين اللي جريوا قعدوا مع ايران يوم 22 فبراير 2011 بعد تنحي مبارك، وراح لهم مهدي عاكف مرشد الاخوان المسلمين، قعد معاهم هناك، مع ان المفروض دول سنة ودول شيعة، والمفروض ان دول قتلوا. كانوا مسميين شارع باسم اللي قتل السادات، وكان مبارك رافض اي علاقات مع ايران الا لو غيروا اسم الشارع ده. ففجأة الاخوان المسلمين خرجوا راحوا قعدوا هناك، بس مش وفد شعبي. لكن اول وفد شعبي دبلوماسي خرج في 2011 كان في مايو، وخرج لاثيوبيا، وبعد كده ما خرجش في حتة تانية، ما عملش اصلاح العلاقات في حتة تانية. يعني الوفد الشعبي الدبلوماسي اللي خرج من مصر خرج عشان يبيع نهر النيل اللي مبارك كان رافض، وكان واقف عظمه في زور الجيش الخاين ده، قطاعين الطرق، مطاريد الجبل، اللي واخدين البلد وضع يد، اللي لو شفتوا كل القرارات اللي طالعه
باسم السيسي. السيسي مش ماضي عليها، اسمه بس اللي رايح، علشان ده المجلس العسكري، العصابة اللي بتحكم بالسلاح، هم اللي بيبعتوا القوانين ممضي عليها اسمه. وشوفوا كل القرارات اللي طالعه في الجرايد الرسميه، لو عندكم جرايد رسميه دلوقتي، زي مثلا انه حط ايده على جزر اللي في نهر النيل كلها، بقت ملكيه، اتشال من عليها المنفعه العامه وبقت ملك للقوات المسلحه. القوات المسلحه اللي عندها بند في الدستور يخول لها انها تحمي الامن القومي، كل اللي بيحصل ده ضد الامن القومي وهي ما بتتحركش، عشان بس نطلع نهري ونقول في شرفة في الجيش. النهارده صباحي عشان هو رئيس المؤتمر العربي، المؤتمر القومي العربي، وده بيبقى مؤتمر بيتعمل كل سنة من التسعينات، وصباحي مسك رئيسه من السنة اللي فاتت لمدة 3 سنين. مقام في بيروت وبيتكلم عن فلسطين. السنة دي كان المؤتمر بعنوان جنين، وخد بعضه وطلع على سوريا يقابل بشار، مع اعتراض من أعضاء المؤتمر، بس هو واخد وفد من الأمانة العامة للمؤتمر، وطلع على بشار عشان يطالب بإعادة الإعمار. عشان تعرفوا القومية العربية اللي خلقها عبد الناصر الخاين، اللي خرج اليهود من مصر عشان يساعد اقتصاد إسرائيل، عشان ملك بتاعنا ملك مصر والسودان رفض إقامة دولة فلسطين، فتشيل وجي عبد الناصر اللي أول حاجة راح خالع فلسطين، وراح مسلم الأراضي، وراح بهدل اليهود وبهدل الأقباط وبهدل مش عارفة مين، وباعوا البلد، والفلوس كلها اتنهبت بشمس بدران اللي مات عنده 99 سنة في انجلترا. اللي انجلترا دلوقتي هي اللي بتدافع عن السيسي بدل اسرائيل، لان اسرائيل دلوقتي في خناقة بينها وبين مصر عشان الغاز. فدلوقتي طالع لكم اشاعة كبيرة جدا انه الكهرباء اللي بتقطع بسبب حقل ظهر، وهم اصلا بيعملوا شركات خاصة للطاقة عشان تصدر لدول الجوار تحت الامارات، زي بالظبط ما وزيرة الاستثمار ولا وزيرة مش عارفة ايه رانيا المشاط اللي بقت وزيرة وفي نفس الوقت شغالة في بنك في ابو ظبي. مسخرة. فانتوا دلوقتي الكهرباء بتتباع والجيش تحول لشركة قطاع خاص والبلد كلها بتتباع، عشان كده بيخصخص تحت ايده تحت الجيش كده الاراضي والحركات والشركات وكل حاجة عشان يبيعوها. جيش قطاعين الطرق ده عشان يبيعوها ويستثمروها. رجل الاعمال بتاع المنطقة دلوقتي اللي هو بس ماسك السلاح في وش الشعب مش في وش حد تاني. فصباحي رايح مندوب عن الجيش باسم القومية العربية وباسم المؤتمر القومي العربي يطلب للجيش إعادة إعمار، عشان لسه السعودية واخدة إعادة إعمار وحطت إيدها في إيد بشار ورجعوه الجامعة العربية. السعودية اللي دمرت اللي دمرت سوريا بجبهة النصرة والتمويلات الإرهاب. السعودية اللي شردت الشعب السوري كله بفلوسها وبتمويل الإرهاب، راحت حطت إيدها في إيد بشار عشان تاخد إعادة أعمار. دلوقتي الصباحي الناصري بتاع القومية العربية، الخونة بتوع الجيش الخاين ده،
دلوقتي باعتينه علشان يعمل إعادة إعمار في سوريا عشان الجيش عايز سبوبة جديدة. دي القومية العربية بتاعت عبد الناصر، وده الجيش بتاع عبد الناصر اللي كان واقف له مبارك طول الوقت. فلما تيجي يا واد يا مزيكا تقولي ان انت بتفهم في السياسة يا واد يا مزيكا، وتشتم في مبارك اللي ما كانش خاين، اللي عمل بلد وعمل سمعة للبلد وعمل تاريخ وعمل قوة وسيادة لمصر، ها؟ تبقى دي سياسة امك. ماشي؟ فما تصدقوش حد بيتكلم باسم الثورة يشتم في مبارك لغاية دلوقتي، لان اي حد بيشتم في مبارك لغاية دلوقتي اعرفوا تماما انه تبع المخابرات الحربية بس. فقالك تفهم في السياسة يا مزيكا، قالك ودي صباحي يجيب لنا إعادة إعمار من بره باسم القومية العربية. وثورة ثورة حتى النصر يقولك موجات يناير مستمرة. احنا لسه ما خلصناش مطالب يناير، الثورة تركب عليها.